طيب يعمل ايه الماركتير في المرحلة دي؟ في المرحلة دي الماركتير لازم ياخد باله من 3 اشياء. اول حاجة انه يعمل موديفاينج للماركت، يغير في شكل الماركت. الحاجة التانية موديفاينج للبرودكت، يغير في شكل البرودكت. والحاجة التالتة موديفاينج الماركتنج ميكس، يغير في الماركتنج ميكس بتاعه او الفور بيز اللي هو البرايس والبليس والبروموشن والبرودكت. لازم ياخد باله من الثلاث اشياء دي. ازاي؟ في الموديفاينج للماركت علشان يغير الماركت او يطور من الماركت اوريدي اللي موجود، الشركات بتحاول تعمل حاجتين. الحاجة الأولانية إنها تزود الكونسامشن. يعني إيه تزود الكونسامشن؟ يعني تزود الاستهلاك. طب أزود الاستهلاك إزاي؟ إن أنا أدور على سيجمنتس جديدة في الماركت. زي ما قلنا إن السيجمنتس دي، السيجمنتيشن ده ممكن يحصل behavioral، ممكن يحصل psychological، ممكن يحصل geographical، ممكن يحصل على حسب الجندر والايدج وغيره. وبالتالي لازم الشركات تبتدي تدور على ناس ما كانوش بيستخدموا المنتج يستخدموه. ايه تاني؟ ممكن الشركات تعمل ايه؟ تزود اليوزج ريت. ايه اليوزج ريت ده؟ يعني تحاول تخلي الكاستمرز الحاليين يستخدموا المنتج بشكل اكتر. طالما بيستخدموه بشكل اكتر يبقى هيشتروه بشكل اكتر. زي ايه؟ هتلاقي دايما معاجين الاسنان تقول لك استعمل معجون الاسنان 3 مرات في اليوم على الاقل. هنا بيزود اليوزج ريت. تلاقي الشركات بتاعت الجبنه والحاجات دي تقوم عامله لك وصفات تحط عليها الجبنه. ليه تحط عليها الجبنه؟ ده استخدام زياده. كل ما بتستخدم اكتر كل ما تستهلك اكتر، كل ما تشتري اكتر. فهنا الشركات بتعمل ايه؟ بتعمل موديفيكيشن او بتغير من الماركت. يا اما بتزود كاستمرز جداد ما كانوش بيستعملوا المنتج قبل كده، يا اما المستهلكين الحاليين تخلي استهلاكهم اكبر، وبالتالي بما ان استهلاكهم هيبقى اكبر وبالتالي هيشتروا اكتر، السيلز هتزيد وهكذا. امثله على زياده الكونسامشن: اكس مثلا. اكس ده طول عمره ايه؟ ديودرنت، مزيل عرق رجالي. معروف ان اكس مزيل عرق للرجال. رقم اكس منزله ايه؟ منزله اكس وومن فور وومن لحريمي. هنا عملوا ايه؟ دخلوا في ماركت سيجمنتس جديده. فلما دخلوا ماركت سيجمنتس جديده دخلوا الفيميلز او السيدات كمستهلكين، فقدروا يحافظوا على الماتيوريتي فيز بتاعتهم، لانهم طبعا في الماركت من زمان، وبالتالي عايزين يزودوا السيلز. زودوها عن طريق زياده الماركت سيجمنتس، وبالتالي زاد الكونسامشن لانهم نزلوا منتج دخل شريحه ما كانوش بيستخدموا اكس قبل كده. هارلي ديفيدسون مثلا. هارلي ديفيدسون دي شركة موتوسيكلات عالمية معروفة، كانت بتوجه دايما الماركتينج اكتيفيتيز بتاعتها للرجال، قائدي الموتوسيكلات او الدراجات البخارية. ابتدت تعمل حملات اعلانية والتارجت السيدات، فعملت هنا ايه؟ زودت الماركت سيجمنتس، زودت سيجمنت على حسب الجندر اللي هم الفيميلز اللي ما كانوش قبل كده تارجتد من الشركة في قيادة الموتوسيكلات مثلا. براند مثلا جلاد. جلاد ده براند عبارة عن كونتينرز أو عبوات لتغلفة الأكل والأطعمة. راحوا عاملين ويب سايت. الويب سايت ده اسمه 1000uses.com. ال 1000uses ده بيعمل إيه؟ بيقدم للكاستمرز بتوع جلاد اللي اوريدي بيستعملوا البراند ده، بيقدم لهم وصفات جديدة ازاي يستعملوا البراند ده بشكل اكتر وبشكل مختلف. فبالتالي طبعا استهلاكهم هيزيد، وده هيعود بالفائدة على البيع. عرفنا دور الماركتير في مرحلة الماتيوريتي، انه هيهاجم مش هيدافع، هيحافظ على البرودكت بتاعه في مواجهة المنافسين على قد ما يقدر، وبالتالي هيعمل حاجات كتيرة من اهمها موديفاينج الماركت. وقلنا موديفاينج الماركت ده من خلال ان هو يا اما هيدخل مستهلكين جداد، يا اما هيزود استهلاك المستهلكين الحاليين. ممكن الماركتير يعمل ايه كمان في المرحله دي؟ هيعمل موديفاينج للبرودكتس، هيغير من البرودكت كاركترستكس، هيغير من سمات المنتج بتاعه،
هيفضل يطور فيه باستمرار علشان يبقى دايما متجدد، لانه لو فضل على حاله المنافسة هتطحنه، هتدهسه، هيدخل على طول في مرحلة الديكلاين. انما لازم يفضل يجدده من حيث الكواليتي، يجدده من حيث الخصائص، الستايل بتاعه، الباكج بتاعه، التكنولوجيا بتاعته. ولذلك دايما يخلي حتى المستهلكين الحاليين يجيبوا النسخة الأحدث باستمرار من المنتج. ده بيفسر لنا ليه كتير من الشركات تقوم تقول لك ده منتج محدث بنفس السعر الرائع. بتلاقي عربية يقول لك الجديدة كليا، البراند كذا الجديدة كليا. الجديدة كليا دي هنا عمل ايه؟ عمل موديفيكيشن للبرودكت. بتلاقي دايما تعبئة بتختلف، بتلاقي العصير تبقى انت بتتعامل معاه بقالك كتير وعارف شكله، فجأة غيروا شكل العبوة. طب غيروا شكل العبوة ليه؟ هو لازم يحسسك بالتجديد، يحسسك بالتجديد عشان ترجع تشتري تاني، ما تملش من المنتج. بتلاقي ستايلات المنتجات شكلها بيتغير، تغليفها شكله بيتغير، التكنولوجيا نفسها بتتغير. ابل مثلا كل شويه كل سنه بتحدث الاوبريتنج سيستم بتاعها. طب بتحدث الاوبريتنج سيستم بتاعها ليه؟ او السوفت وير بتاعها ليه؟ علشان دايما يبقى في تجديد، دايما تبقى انت بتشتري الجديد، الموجود اوريدي بتشتري الاحدث باستمرار منه، وبالتالي دايما يحافظ على المنتج بتاعه من انه يدخل في مرحله الديكلاين او الانهيار. ده اللي خلى شركة لعب مشهورة جدا زي ليجو اتجهت بعد كده، او ما تطور الزمن للديجيتاليزيشن، ابتدى يبقى اللعب كمان ديجيتال. ليه؟ بتواكب العصر، بتطور المنتج، بتطور التكنولوجيا المستخدمة علشان ما تبقاش ليجو دي حاجة قديمة اللي هو يا انت لسه بتستخدم ليجو. ده لا، ده عمل دخل في ديجيتاليزيشن وبقت حاجة ديجيتال تقدر تستعملها باستمرار، ويفضل المنتج دايما موجود في سوق الألعاب بشكل مستمر. يبقى الماركتير علشان يحافظ على المنتج بتاعه وما يطحنش وسط المنافسة الطاحنة في مرحلة الماتيوريتي، لازم يحصل موديفيكيشن او موديفاينج، يا اما للماركت ان هو يزود استهلاك المنتج نفسه من قبل الكونسيومرز اللي بيستعملوه اوريدي، يا اما يدخل شرايح جديده من الكونسيومرز او الكاستمرز ما كانوش بيستعملوا المنتج ويبداوا يستعملوه، واتكلمنا عن كده بالامثله. يا اما بيعمل موديفاينج للبرودكت بتاعه نفسه ويقعد يطور ويحسن ويغير ويزود خصائص ويدخل مرحله الديجيتاليزيشن ويغير التعبئه ويغير الستايل، وهكذا يفضل دايما محافظ على نفسه من المنافسه. يا اما بقى تالت اوبشن قدام الماركتير انه يعمل موديفيكيشن للماركتنج ميكس، انه بيغير 1 اور 2 او اكتر من واحد من الماركتنج ميكس المعروفه. طبعا عارفين ان الماركتنج ميكس او المزيج التسويقي لاي منتج بتشمل الفور بيز اللي هم البرودكت والبرايس والبليس والبروموشن. بيغير في واحد او اتنين او تلاتة او كلهم من الماركتنج ميكس عشان يفضل دايما متجدد متطور، يفضل في مرحلة الماتيوريتي بشكل مستمر، ويأفويد او يتجنب ان هو يدخل في مرحلة الديكلاين. طيب ده يحصل ازاي؟ يغير في البرودكت انه يزود سيرفيسز للبرودكت، زي مثلا خدمات ما بعد البيع، يعمل صيانة مجانية، يعمل حاجات خدمات ما كانتش موجودة اوريدي للمستهلكين يبتدي يضيفها، بالتالي ده هنا بيغير في البرودكت. يغير في البرايس انه يعمل نزل تخفيضات علشان ياتراكت نيو يوزرز او مستهلكين جداد. يبتدي يعمل عروض، العروض دي ما كانتش بتتعمل قبل كده، يعمل عروض ضخمة. عروض ضخمة هيستقطب ناس او هيستقطب مستهلكين ما كانوش بيستعملوا البرودكت قبل كده. يغير في البليس ازاي، يبتدي موجود يستعمل ماركتنج تشانلز او يبقى موجود في موزعين ما كانوش موجودين قبل كده او ما كانش بيتعامل معاهم قبل كده. يعني مثلا ما كانش المنتج ده موجود اونلاين، بدأ يبقى موجود اونلاين، فهو ابتدى يبقى يغير او يزود او يعمل موديفاينج، يطور ويغير من الاماكن اللي موجود فيها البرودكت، فبالتالي بقى فيها ايه؟ بقى موجود مثلا اونلاين وده ما كانش موجود قبل كده، بقى موجود في الموزع الفلاني ما كانش بيتعامل معاه قبل كده. يحاول يوفروا في اماكن ما كانتش بيبقى متوفر فيها قبل كده علشان يستقطب مستهلكين ما كانوش بيستعملوا المنتج قبل كده. طيب ممكن يعمل ايه كمان؟ يغير في البي بتاعت البروموشن، يعمل
كامبينز او ادفرتايزنج كامبينز مختلفه، يستخدم تشانلز في الادفرتايزنج كامبين ما كانوش بيستعملها قبل كده. يعني فرضا مثلا انه ما كانش بيتعامل مع السوشيال ميديا، يتعامل مع السوشيال ميديا. فرضا انه كان بيتعامل مع السوشيال ميديا، يبتدي يعمل كامبين اعلانات في الراديو الصبح مثلا، حيث اغلب اوقات الاستماع للراديو والناس رايحه شغلها على حسب طبيعه المنتج طبعا. يتعامل بكامبين في التلفزيون، ما كانش بيتعامل في التلفزيون قبل كده. ما كانش بيستعمل البيبرز او الوول بوردز اللي موجوده في البيل بوردز اللي موجوده في الشوارع وعلى الكباري، يبتدي يستعملها وهكذا. يبقى بدأ يدخل في ايه، في تشانلز مختلفه ما كانش بيستعملها او ما كانش بيتعامل معاها قبل كده. كل ده هدفه انه يفضل البرودكت اطول فتره ممكنه في مرحله الماتيوريتي، النضوج، ويفضل محافظ على نفسه جوه المنافسه الطاحنه، وياخد اعلى ماركت شير موجود وسط المنافسين اللي هم كلهم بيتقاتلوا علشان ما يسقطوش، لان المنتجات دي وصلت لمرحله التشبع خلاص. هي ما فيهاش، مش موجوده في مرحله الجروث سيلز اللي هو اعجوبه وكل بقى سنه الزيادات في البيع بشكل كبير والبروفيتس اعلى. لا، هم كلهم خلاص استقروا، بقى النمو السنوي قليل جدا، بقى في تقاتل على المنافسه بشكل كبير. لازم كل واحد يحافظ على مكانه على قد ما يقدر، يا يغير من الماركت، يا يغير من البرودكت، يا يغير من الماركتنج ميكس، علشان يفضل لاطول فتره ممكنه جوه مرحله الماتيوريتي. دي عناويننا على كل وسائل التواصل الاجتماعي تقريبا. هتلاقوا البرزنتيشنز دي يا اما في صورة باوربوينت برزنتيشن، يا اما في صورة اوديو، يا اما في صورة فيديو عبارة عن برزنتيشن مع اوديو، علشان اي حد عايز يستفيد من الماتيريال اللي موجودة، سواء كان يقراها على هيئة باوربوينت برزنتيشن او يسمعها عن طريق اوديو او يشوفها فيديو على اليوتيوب، بتجمع ما بين البرزنتيشن وما بين الشرح. واتمنى ان الكل يستفيد، وان شاء الله نتقابل في سيشن بعد كده.